بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرح أبيات منظومة الشاطبية حرز الأمان ووجه التهاني للإمام القاسم بن فيرو الشاطبي. ووصلنا إلى باب المد والقصر. لما يقول باب المد والقصر هنا سيبين الإمام مذاهب القراء السبعة في المد، من يمد ومن يقصر. ومن يمد هذا ما هو المقصود بالمد، لأن المد في مصطلح أهل القراءات له كلام غير المد المصطلح عليه في أهل التجويد. تمام؟ ويعني له زيادة على أهل التجويد في أشياء. كذلك سيبين هنا مذاهب القراء فيها والاستثناءات التي لديهم. فبعد أن ننتهي من هذا الباب كلنا سيعلم جيدا متى يمد ومتى يقصر ومن يمد ومن يقصر، وما هي الاستثناءات في المد والقصر، وما هو يعلم تماما لماذا مثلا سمي مد البدل بالمد الجائز. ليه سمى مد البدل ده بالمد الجائز؟ ليه ما كانش واجب؟ وليه الفرق بين الجواز وبين الوجوب؟ وقال هل القصر كله على وجه واحد؟ هل في قصر في مثلا قصر حقيقي وفي قصر حكمي؟ هنعرف الكلام ده كله النهارده ان شاء الله قبل ما نبدأ في المذاهب القراء. بداية نعرف ان في عندي حروف مد ثلاثة، مد ولين. الحرف المد واللين دول 3 حروف. تمام؟ الألف. تمام؟ والألف لا تأتي إلا ساكنة. تمام؟ والألف ساكنة وقبلها فتح. تمام؟ الألف لا تأتي إلا هكذا. تمام؟ كذلك الثانية بعد كده الياء المادية وقبلها كسر، أو الواو الياء المادية الياء الساكنة وقبلها كسر. إذا الياء إمتى تبقى مد ولين؟ إذا كانت ساكنة وقبلها كسر. الواو تبقى مد ولين إمتى؟ إذا كانت ساكنة وقبلها ضم. يبقى لازم ناخد بالنا من الكلام ده. هو ما قالش على الألف ساكنة ولا حاجة، ولا قال قبلها فتح وقبلها ضم، لأن الألف مفروغ منها، لا تأتي إلا ساكنة ولا يأتي قبلها إلا فتح. إذن الألف والواو والياء دي حروف المد واللين بهذه الشروط. الألف معروفة، الياء إذا قبلها كسر وساكنة وقبلها كسر، الواو إذا ساكنة وقبلها ضم. تمام؟ يبقى إذن دول ثلاث حروف مد واللين. وفي حرفي اللين، حرفي اللين اللي هي الواو قبلها فتح والياء قبلها فتح. تمام؟ يبقى الواو الساكنة قبلها مفتوح، الياء الساكنة وقبلها مفتوح، دي يسمى حرفي لين. والمد ساعتها يبقى اسمه مد لين. تمام؟ فالمد، كلمة مد ماذا تعني في علم القراءات؟ في علم القراءات ماذا تعني؟ ما هي كلمة المد وما هي كلمة القصر؟ كلمة المد له معنيان، له معنيان في علم القراءات. المعنى الأول هو إطالة الصوت بحرف المد. ده اللي متفق مع أهل التجويد، إن أنت بتمد الحرف فوق المد الطبيعي. تمام؟ أكثر من المد الطبيعي، أكثر من حركتين. وكلمة القصر لا تعني أن ليس هناك مد، لكن القصر في مصطلح علماء التجويد اللي بتمد المد الطبيعي حركتين، ده اسمه قصر. تمام؟ فلما تقول مد اللي هو أكثر من حركتين. تمام؟ فإذا المد عند علماء التجويد له إطلاقان. الإطلاق الأول يطلق على إطالة الصوت بحرف المد. زي زي المد المتصل، نقول شاء، فأنت بتمد 4 حركات أو 6 حركات حسب المذاهب. تمام؟
فدي أول معنى. بالمعنى الأول هو إطالة الصوت بحرف المد. خلاص. طب المعنى الآخر، يجي هنا بقى المعنى الآخر بتاع علم القراءات. زي إيه؟ زي كلمة يضاف إليها حرف مد، فيبقى دي اسمها مد. زي كلمة دارست، وليقولوا دارست. هو الشيخ عاطي هنا قال ودارست حق مده، يبقى دارست. المد معناها ايه؟ إضافة ألف بعد الدال. يبقى في علم التجويد هنا، في علم القراءات هنا، المد لا تعني ايه؟ لا تعني إطالة الصوت، ولكن زيادة ألف بعد الدال. فيقول دارست، لما يقول ودارست حق مده، حق مين؟ ابن كثير وأبو عمرو. يبقى ابن كثير وأبو عمرو يقرأ درست. تمام. وكذلك نفصل الآيات وليقول نصرف الآيات، نفصل الآيات وليقولوا دارست. حق مين؟ يبقى ابن كثير. عرفنا أن ابن كثير وأبو عمرو يقرأناها بالمد. المد هنا لا يعني إطالة الصوت، ولكن يعني إضافة ألف بعد الدال. تمام. زي ما يقول أيضا في كلمة حاذرون، وإنا لجميع حاذرون، يقول وفي حاذرون المد ما ثل. حاذرون وإنا لجميع حاذرون، لما يقول ما ثل يبقى الميم ميم، الميم لابن زكوان، والثاء لمين؟ للكوفيين. يبقى عرفنا أن الكوفيين وابن زكوان يقرآن حاذرون بالمد، يعني بإضافة ألف بعد الحاء. إذن المد يبقى الباقون قالوا حاذرون بالقصر. تمام. هنا قالوا حاذرون بالقصر. إذن هنا كلمة المد هنا لا تعني إطالة الصوت بالمد. تمام. إنما تعني إضافة ألف بعد الدال في درست، وبعد الحاء في حاذرون. يبقى إذن ده معنى آخر للمد غير المعنى اللي بيقولوه أهل التجويد. صح ولا لا؟ طيب، ده المد. القصر في علم في علماء التجويد يقولوا عليه ايه؟ هو المد الصوت حركتين فقط بايه؟ كالمد الطبيعي. بعد حركتين ده مع علماء التجويد قصر. تمام. وكذلك في علم التجويد بقى القصر معناه ايه؟ معناه كلمة فيها ألف هتحذف الألف منه. زي يقول لابسين فيها أحقابا. الإمام الشاطبي يقول لابسين من اللي أنا الفاز. قال فاشن، وقل لابسين القصر فاشن. لما يقول لابسين فيها أحقابا، القصر معنى القصر يعني إيه؟ حذف الألف اللي بعد اللام. حذف الألف اللي بعد اللام دي معنى القصر، وليس معناها عدم مد الصوت أو مده بالكلام ده. يبقى إذا ما يقول وفي لابسين القصر فاشن، بين أن الإمام حمزة يقرأ لابسين بدون ألف. كذلك قال وفي عاقدة قصر ثوى، وفي عاقدة والذين عاقدت أيمانكم. تمام. مين اللي بيقرأها عاقدة؟ إيه؟ تمام. أو عاقدة يقرأ قصر يعني إيه؟ من غير الألف، هنشيل الألف. يبقى إذن بيقول ثوى يعني مين؟ الكوفيين. يبقى الكوفيون يقرؤون والذين عقدت أيمانكم. يبقى قلنا بالقصر معناه إيه؟ معناه حذف الألف اللي في مين؟ عاقدت. إذن قلنا الوقت المد له معنيان وله إطلاقان. الإطلاق الأول يقصد به إطالة الصوت بحرف المد. تمام. زيادة عن المد الطبيعي. تمام. ويبقى معاه القصر انك تمد بس مد طبيعي. او الاطلاق الثاني اللي هو زيادة الف في الكلمة. تمام. زي قلنا حاذرون، هي اصلا حاذرون اضفنا الف. وزي دارست بدل درست هيقولوا دارست. تمام. يبقى دي معنى المد ومعنى القصر في علم القراءات. فالمد والقصر ينقسم هذا التقسيم. كذلك احنا عارفين ان المد له سبب. المد لا يمد
نقصد بقى المنفصل والمتصل والكلام ده، لا يمد إلا بإيه؟ بأحد سببين، يا إما بعد حرف المد همزة أو سكون. تمام. ولما نيجي نقول حرف مد سبب الهمز يبقى يجيني نوعين، يا إما المد قبل الهمز يا إما المد بعد الهمز، إما أن يتقدم حرف المد وبعده همزة، أو يتقدم حرف الهمزة على حرف المد. إذا تقدم حرف المد على الهمزة ينقسم المد إلى قسمين اللي هما متصل ومنفصل. إذا كان حرف المد والهمزة في كلمة واحدة سمي مدا متصلا، وإذا كان الحرف المد والهمزة في كلمتين كأن يكون حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة الثانية يبقى ده اسمه إيه؟ مد منفصل. أما إذا تقدم الهمز على المد فيسمى مد بدل، فيسمى مد إيه؟ مد بدل. المد المتصل بيسموه مد واجب متصل. تمام. مد واجب متصل. والمد المنفصل جائز، المد المنفصل سموه جائزا، لأن بعض القراء قصره وبعض القراء تمام مده. خلاص. يبقى إذن هنا ده مد اسمه مد جائز. تمام. المد ينقسم إلى متصل وإيه؟ ومنفصل. تمام. طيب يبقى فيه وجوب وفيه جواز. المد بعد الهمز قلنا، والهمز يبقى بعد حرف المد واللين، وأحيانا يجي بعد حرف اللين. تمام. طيب بعد كده اللي سبب السكون إما أن يكون هذا السكون لازم. يعني إيه لازم؟ ثابت وقفا ووصلا، وهذا يسمى مد لازم. تمام. أو يكون هذا السكون عارض، كالمد العارض للسكون، السكون جه عارض بسبب الوقف. تمام. وهذا يسمى جائز. تمام. طيب خلاص عرفنا كده المعنيين. طيب هنبدأ بقى في الأبيات اللي معانا. هيبين الإمام الشاطبي كلام، وبرضه نؤكد على كل مرة نأكد، هتبين قد إيه الأبيات هتحل لك كل الألغاز، بس المهم تفهمها، المهم تفهم الأبيات دي إيه، وهتسهل لك حفظها 100%. لما يقول إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولة. يعني إيه؟ إذا ألف، إذا حرف مد اللي هو الألف، أو ياء بعدها كسرة، أو الواو بعدها الواو الياء الألف قلنا الياء قبلها كسرة، أو الواو قبلها ضمة. أنا قال لقي الهمزة، جي بعد الحرف همزة، أي لقي الهمزة طولة. كلمة طولة دي أحيانا الشاطبي هيذكرها معناها مد 4 حركات، وأحيانا هيذكرها مد 6 حركات. يعني أحيانا يذكر كلمة طول بمعنى مد لازم 6 حركات، وأحيانا يذكر مد طول تمام يقول طولة بمعنى إنه مد 4 حركات. أحيانا حسب سياق الإيه؟ حسب سياق البيت. إذن لو قال كلمة طول قد تحتمل 4 حركات أو تحتمل إيه؟ 6 حركات. يبقى إذن ده هذا البيت الأولاني ده بيتكلم فيه عن المد الواجب المتصل. طب عرفت منين يا شيخ إن هو المد الواجب المتصل؟ لأنه تكلم عن المنفصل بعده في البيت اللي بعده على طول. يبقى إذن هنا بين الإمام أن القراء في المد الواجب المتصل كلهم هيطولوا. تمام. بين كده، بين هذا المد هيحصل طول، ولكن لم يبين الشاطبي في القصيدة كلها مقدار هذا المد. طب أنا هطوله 4 ولا 6؟ تمام. طب عرفت الكلام ده منين؟ عرفنا الكلام ده منين؟ من تلاميذ الشاطبي. تلاميذ الشاطبي مروي عنهم كيف أقرأهم الشاطبي. يعني هو هنا لم يذكر أن ورش مثلا سيمد المتصل 6 ويمد المنفصل 6، ما ذكرش الكلام. مقادير المد دي ما ذكرها. عرفناها منين؟
الإمام السخاوي اللي هو تلميذ الشاطبي قال أن الإمام أقرأه، الإمام الشاطبي أقرأه على المتصل 4 حركات، تمام، عند جميع القراء اللي لهم المد، تمام، عند من لم يقصر. حلو الكلام. أو 4 حركات فقط، ما عنديش الشاطبي في الشاطبية فويق التوسط اللي هو ايه 5 حركات، دي مش موجود في الشاطبية خالص، تمام. مع ان بعض الرواة قالوا انه موجود في كتاب التيسير، ومع ذلك الشاطبي وحد هذا المد كله، الواجب المتصل 4 حركات عند من لم يمده اكثر من 4. طب يا امام انت كل القراء كانوا بيمدوا 4 الواجب المتصل؟ قال لك لا، عندي حمزة والكسائي، تمام، الإمام حمزة وورش، الإمام ورش والإمام حمزة كانوا يمدون المتصل والمنفصل الاثنين 6 حركات، تمام. يبقى إذن ورش، الإمام ورش والإمام حمزة، تمام، دول نقل عن الشاطبي، الرواة عن الشاطبي ذكروا أنه كان يقرئ للإمام ورش وللإمام حمزة 6 حركات، تمام. طيب يبقى إذن هنا دول الإمام ورش والإمام حمزة يقرأوا 6 حركات، الباقون جميعا 4 حركات، الباقون جميعا 4 حركات إلا من يقصر منهم، إلا من يقصر منهم اللي هو يقول حركتين بس من المنفصل، يقصر المنفصل، تمام. يبقى المتصل أي حد في المتصل جميعا بقى ال7 كلهم في المتصل، تمام، غير ورش وحمزة لهم 4 حركات. يبقى إذن لما أجي أقرأ لأي قارئ تاني غير ورش وحمزة أهمد المتصل كام؟ 4 حركات ولا شك، تمام. مفيش خالص حد مد المتصل، تمام، أقل من 4 حركات من القراء، سوى استثناء واحد فقط في كلمة إسرائيل للإمام أبي جعفر، تمام، يقرأ كلمة إسرائيل بتسهيل الهمزة الوسطى مع المد والقصر، يقول إسرائيل، تمام، دي الكلمة الوحيدة، تمام. أما مذاهب القراء 10 مش 6 بس، أي حد منهم بيقرأ المتصل كام؟ 4 فقط، ما عدا ورش وحمزة 6 حركات سواء متصل سواء منفصل. إذن هو في البيت الأول، عليكم السلام، في البيت الأول تكلم عن المتصل. يبقى المتصل احنا عرفنا كل القراء يقرؤون كام؟ 4 ما عدا ورش وحمزة، خلص كده المتصل. يبقى إذن المد الواجب المتصل اللي هو حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، يبقى ده جميع القراء مذهبهم واحد ما عدا الإمام ورش والإمام حمزة يقرآن المتصل 6 حركات. إذن البيت الأول حين قال إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا، يبقى كلمة طولا هنا يتفرع منها حاجتين، 4 أو 6، 4 الجميع ما عدا ورش وحمزة. خلاص عرفنا دي. يبقى المنفصل مفيش خلاف بين القراء خالص ما عدا ورش ومين وحمزة، يبقى عند ورش وحمزة 6 حركات في المتصل. خلاص ده كل ده في المتصل، ماشي. تعال بقى قال ايه بقى في البيت الثاني 169 قال فإن ينفصل، هنا بيتكلم عن المد الجائز المنفصل. اقرا بقى الكلام قال قال فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. وقف يعني المد المنفصل إن ينفصل فالقصر، من اللي بيقرأه بالقصر؟ تمام، فالقصر بادره طالبا. يبقى في المد المنفصل قال بادره طالبا بخلفهما، الباء لمن؟ قالون، والطاء دوري مين؟ دوري أبي عمرو. إذن عندي قال بخلفهما، ما قالش، لو قال بخلف بس يبقى على أقرب واحد، يعني لو قال بادره طالبا بخلف يبقى يقصد الطاء اللي هو دوري أبو عمرو، إنما بخلفهما يبقى هما الاثنين ليهم الخلف. يعني إيه ليهم الخلف؟ يعني لهم القصر ولهم التوسط. يبقى مين في ال7 اللي له قصر وتوسط في المنفصل؟
قالون ودول أبو عمرو. يبقى الإمام قالون له وجهان في إيه؟ له وجهان في القصر. تمام؟ وجه بحركتان ووجه آخر 4 حركات. تمام؟ يبقى الإمام قالون له القصر، نعم، وله الطول، نعم، وهنا الطول نقصد 4 حركات. تمام؟ والإمام الدوري كذلك، والإمام الدوري كذلك. الدوري عن أبي عمرو موجود الكسائي. كلمة القصر دي قلنا أن القصر نوعان: قصر حقيقي وقصر حكمي. القصر الحقيقي زي ايه؟ زي يا ايها الذين امنوا، يا ايها، ما اقدرش افصل يا عن ايها، يبقى ده اسمه متصل منفصل حقيقي. تمام؟ اما او نقول في امها، لا، ده المتصل الحقيقي غير كده، في امها او في ام الكتاب، في ام الكتاب، ده منفصل حقيقي. تمام؟ المنفصل الحكمي اللي انا قلته ده اللي هو يا ايها، ده واحد. تمام؟ ان انا ما اقدرش افصل الياء على ايها، هي مرسومه يا ايها. تمام؟ ده منفصل حكمي، تم حكمه الفصل المنفصل. كذلك من المنفصل الحكمي هاء الكنايه، امره الى، ده منفصل حكمي. تمام؟ هاء الكنايه يجي بعدها همزه، تمام، يبقى ده منفصل حكمي. ليه؟ لان اذا وقفت المد هيروح خالص، ما هيبقاش في مد. تمام؟ اللي منفصل حكمي ايضا ميم الجمع، سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، عند من يصل ميم الجمع، يبقى ده هنا منفصل حكمي وليس منفصل حقيقي. منفصل حقيقي قلناه زي ايه؟ في ام الكتاب جدل. تمام؟ وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. يبقى لو بقرأ لقالون هقول في ام الكتاب دي، هقول ايه؟ هقول لي فيها وجهان. تمام؟ في ام الكتاب، في ام الكتاب. تمام؟ يبقى دول 2 و4. كذلك للامام الدوري له وجهان، الدوري عن ابي عمرو، يبقى دول وجهين. قال ايه بقى؟ يرويك درا، الياء للسوسي والدال لابن كثير. اذا هنا بين الامام ان الامام السوسي عن ابي عمرو والامام الدوري ليس لهم في المنفصل الا وجه واحد فقط، وهو القصر. وهو مين؟ القصر. طب ما تيجي نقول بقى مين اللي بيقصر في ال7؟ مين اللي له القصر في ال7؟ نقول ان السوسي ومين؟ السوسي، وقلنا مين؟ ابن كثير، او بالترتيب يبقى ابن كثير والسوسي بترتيب الشاطبية، ابن كثير مقدم على السوسي، يبقى ابن كثير والسوسي لهم ايه؟ لهم القصر وجها واحد. تمام؟ قولا واحدا، ما لهمش الا القصر. يعني لو بتقرأ قراءة ابن كثير مش هتقرأ بالتوسط خالص، هتقرأ بالقصر. لو بالسوسي هتقرأ بالقصر بس. طبعا ابن عون من الدرة، عندك ابو جعفر، وعندك يعقوب برضو بالقصر. تمام؟ طيب، ده اللي بيقصر فقط. يبقى مين اللي بيقصر في ال7 قصر قولا واحدا؟ يبقى السوسي وابن كثير، او ابن كثير والسوسي. طب مين اللي بيقصر معاهم؟ قالون في احد وجهيه والدوري في احد وجهيه. يبقى يقول لك من هم القاصرون؟ القاصرون هم ابن كثير والسوسي وقالون في احد الوجهين، والدوري الكسائي في احد، دوري ابي عمرو في احد الوجهين. خلاص؟ يبقى دول القصر. طيب مين بقى اللي بيقولوا 6 حركات؟ برضو ورش ومين؟ وحمزه. يبقى مين اللي بيقولوا 6 حركات؟ ورش وحمزه، لهم في القصر في المنفصل 6 برضو، 6 و6. طب يبقى مين اللي بيقولوا مين اللي له 4 فقط؟ الباقون مين؟ تعال نشوف. الباقون من ال7 يبقى الكسائي منهم، وعاصم منهم براوييه اللي قرأ شعبة وحفص اللي بيقرأ ب4. ابن عامر منهم، يبقى ابن عامر براوييه بيقرأ 4 فقط. يبقى ال3 قراء دول ما لهمش الا وجه واحد فقط، وهو 4 حركات. الامام حمزه والكسائي ما لهمش الا وجه واحد فقط، وهو 6 حركات. حمزه وورش له 6 حركات. قالون والدوري لهم 2 ولهم 4 في المنفصل. تمام؟
يبقى كده خلصوا السبعة تماما. يبقى السبع قراء عرفنا مذهبهم. نقول كده مذهبهم تاني كمان مرة. في المتصل كلهم جميعا متفقون 4 حركات ما عدا مين؟ حمزة وورش. تمام. نروح للمنفصل. أربعة، ما تقوليش 4 أو 5. لما جيش يقول لك هنا تقف هنا ازاي تقول لي ب4 أو 5 أو 6، لا مش الكلام ده. يبقى 4 أو 5. الإمام الشاطبي وحد كل المتصل 4 حركات فقط. تمام، مش 4 و5 و6 والكلام ده. ال6 عند مين بس؟ عند ورش وعند حمزة. تمام، وال4 عند الباقين جميعا. ده المنفصل بنخليه على جنب. نروح للمتصل نلاقي فيه مذاهب للقراء في قول. نعم المنفصل. نروح للمنفصل نلاقي فيه مذاهب. المنفصل قولا واحدا عند من؟ الكسائي بالقاصر، عند الكسائي وعند قصد مين؟ ابن كثير والسوسي. يبقى ابن كثير والسوسي لهم كم؟ له المد حركتين، يبقى القاصر. ادي اول حاجه. طب مين اللي بيدي المنفصل 4؟ قلنا الكسائي، وقلنا قلنا عاصم، وقلنا مين؟ ابن عامر. ال3 قراء دول ما لهمش الا 4 فقط. تمام. طيب مين اللي له الوجهين؟ اللي هم مين؟ قالون ودوري ابي عمرو. مين اللي عنده منفصل 6 حركات؟ خلاص، يبقى اذا وضحت. تمام. ما اجيش بقى الاقيك خرجت من المسجد نسيته. يبقى لما اجي احدد لك كده اقول لك اقرا الايه دي للسوسي تعرف تقراها منفصل بس. هنجيب دلوقتي اقول لك دي مذهب السوسي ايه فيها. طب قالون هيبقى له كم وجه؟ لو لاحظنا زمان لما اتكلمنا عن ميم الجمع قلنا ان قالون له وجهان، بالاسكان وبالصله. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلى. يبقى قالون له التخيير، له الوجهان. اذا قالون في ميم الجمع له ايه؟ وجهين، قصر وصله او اسكان وصله. وله في المد وجهان، قصر وايه؟ قصر وايه؟ ومد، قصر وتوسط. يبقى اذا اصبح لقالون في قراءتي 4 اوجه. 4 اوجه. قصر مع صله، قصر مع اسكان، الصله واسكان، قصر مع صله. تمام. وقصر مع اسكان. وبعد القصر نقول ايه بقى؟ مد مع صله ومد مع اسكان. والمقدم عند قالون في المد والقصر، القصر مقدم. تمام. القصر مقدم. وفي الصله والاسكان الصله مقدمه، على خلاف بين العلماء هل الصله مقدمه ام الاسكان مقدم. وهذا يعني الراجح فيه ان الصله مقدمه على القصر. طيب عرفنا مذاهب القراء ال7 في المد المتصل والمد المنفصل. هو بعد كده أعطى أمثلة على المتصل. قال كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. يبقى ادى 3 أمثلة. مد جيء كسرة وبعدها ياء، تمام، في كلمة واحدة. تمام. وقال وبعد كده قال سوء ضمه وبعدها واو في كلمة واحدة برضو متصل. وشاء هنا بقى ألف وبعدها إيه؟ وبعدها همز. يبقى ده في كلمة واحدة. دول كلهم ده قال كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. أما جه في مفصوله ادى إيه؟ ادى مثالين. مثال فيه ياء وبعدها همزة، تمام، ياء قبلها كسرة، في أمها. تمام. في أمها أمره. لو قلنا كده يبقى برضو حرف مد بس ده منفصل. أمها أمره إلى في أمها ده منفصل إيه؟ منفصل حقيقي. أمره إلى ده منفصل حكمي لأن دي هاء كناية. تمام. ما اداش مثال على إيه؟ على الألف مفتوح ما قبلها زي احنا ندي مثال نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا هو.
تمام. يبقى ده ايه؟ ده مثال على المفتوح. الكلام اللي جاي بعد كده كلام مهم قوي، اللي هو بيتكلم بعد كده وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا. نفسر البيت ده. قال ما بعد همز، يعني إذا جه الألف بعد الهمز سميناه إيه بقى؟ ده سميناه بدل. الهمزة جت قبل المد، تمام، يبقى ده اسمه إيه؟ مد بدل. بس قال إيه بقى؟ ما بعد همز ثابت أو مغير. يعني إيه همز ثابت أو مغير؟ كلمة همز ثابت يعني ثابت في وقفه ووصله، وهمزة ثابتة ما فيهاش كلام. أمال إيه الهمز المغير ده؟ الهمز يغير إما بإسقاطه، تمام، أو بالإبدال، أو بالتسهيل، أو بالنقل. 4 أنواع لتغيير الهمز. زي إيه؟ النقل معناه إيه؟ قد أفلح المؤمنون. الإمام ورش هيقرأ قد أفلح، هيقرأ إيه؟ قد أفلح. إذا هنا حصل إيه؟ حصل نقل. نقل إيه؟ نقل حركة الهمزة للساكن قبلها، تمام. من آمن، من آمن، نقل حركة الهمزة اللي هي المفتوحة، همزة مفتوحة وقبلها نون ساكنة، فينقل حركة الهمزة ويحذف الهمزة، يقرأها من آمن. أنا بفسر لك يعني إيه همز مغير. يبقى أول أحد أنواع تغيير الهمز اللي هو إيه؟ النقل، نقل حركة الهمزة للساكن قبلها. طيب النوع الثاني من التغيير، النوع الإبدال، أن تبدل الهمزة يؤمنون، تبدل الهمزة بجنس بحرف مد من جنس ما قبلها، يعني يؤمنون، تمام. الياء مضمومة عند ورش وعند أبي جعفر وعند السوسي هيقرؤونها يؤمنون، تمام. يؤمنون عمل إيه؟ استبدل، شال الهمزة، تمام، وبدلها، قبلها حرف مضموم فبدلها بواو، يؤمنون، تمام. خلاص. ادي النوع تاني اسمه ايه؟ اسمه ابدال. وزي ما قرينا البيت قبل كده وقلنا، والسوسي بيعمل كده، ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز غير مجزوم. اذا ما كانش سبب الهمز الجزم فيبدلها السوسي، برضه هيقراها نفس الكلام، الهمزه ساكنه هيبدلها السوسي، وكذلك ابو جعفر يبدل الهمزه الساكنه. يبقى اذا النوع الثاني من تغيير الهمز هو الابدال، ابدال الهمزه بحرف مد، تمام. فاذا جه حرف مد بقى قبله همزه والسبب الهمزه دي مغيره، تمام. تمام. بعد الحرف المد جه بعد الهمزه، والهمزه دي بعد همز، قال وما بعد همز ثابت، يبقى الهمزه مغيره وجي بعده همز وجي بعده مد، تمام. او مغير. مغير احنا قلنا نوعين من التغيير. النوع الثالث اللي هو بالحذف. بالحذف يعني ايه؟ جاء احدكم، جاء احدكم من الغائط، جاء احدكم، او جاء احدكم الموت، تمام. يبقى هنا همزه مفتوحه وهمزه مفتوحه. القراء لهم فيها مذاهب، لما يجي همزتين الاثنين متحدتين في الحركه، مفتوحتين او مضمومتين او مكسورتين، تمام. يقول ايه؟ واسقط الاولى في اتفاقهما معا اذا كانتا من كلمتين فتلعل، اللي هو مين؟ ابو عمرو البصري. بيسقط الاولى، يقراها ازاي؟ جاء احدكم، يبقى بيسقط الاحد. وهنا بقى نقول بقى الكلام بقى، جاء احدكم، الهمز ده اصبح مغير ولا لا؟ يعني هنا الهمز ده مغير، صح؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا لازم وجهين، تمام. وإن حرف مد قبله وإن حرف مد قبله همز ثابت، همز مغير، تمام. فإيه؟ فيجوز قصره والمد ما زال أعدل، تمام. يعني إيه؟ يعني هنقرأها إيه؟ جاء أحد
ونقرأها جاء أحد. طيب اللي مد عمل كده ليه واللي عمل قصر عمل كده ليه؟ ده له سبب وده له سبب. اللي مد عمل ازاي؟ اعتد بالاصل. الاصل اللي هو ايه؟ جاء احد. قال لا، ده الاصل اللي كان فيه هنا همزه، جاء احد. يبقى اذا هنا خلاص يبقى نمد، تمام، لان الهمزه كانت اعتد بالاصل، تمام. اما من قصر اعتد بالايه؟ اعتد بالعروض، بالعارض اللي هو حذف الهمزه، او اعتد بالوضع القائم. الوضع القائم ان هو ايه؟ الهمزه الاولى سقطت، قال لك خلاص ما فيش همزه، اصبح بقى مد منفصل، اصبح يبقى ايه؟ يجوز قصره، تمام. المد المنفصل يجوز قصره. اذا هنا خلاص عرفنا دلوقتي يبقى دول 3 انواع. طب النوع الرابع التسهيل، ان تسهل الهمزه سواء عليهم انذرتهم، تمام، بتسهل الهمزه الثانيه. برضه القراء لهم مذاهب، ودي جايه في الباب اللي بعد كده الهمزات، وهنتكلم فيها بالتفاصيل عن كل مذهب، كل قارئ اذا التقت همزتان في كلمه او في كلمتين بيتصرفوا فيها ازاي، او الهمزتين دول كانوا متحدتين في الحركه او مختلفتين في الحركه، كيف هي مذاهب القراء فيها، دي نتكلم فيها. المهم عندي جه مد بدل همزه وبعدها همز ثابت او مغير، قال ايه بقى؟ قال فقصر. اذا القراء جميعا بيقصروا ايه؟ يقصروا البدل، تمام، الا ورش. وكلمه الا ورش دي هي اللي خلت نقول على مد البدل جائز وليس واجب. يبقى اذا جه راوي واحد فقط خالف نقلوا من الوجوب الى الجواز. شفت ازاي؟ اصبح جائز. مين اللي خالف؟ ورش. قال ايه بقى؟ قال وقد يروى لورش مطولة. يعني مطولة يعني اكتر من حركتين. مطولة هنا يقصد مين؟ 6 حركات، ما يقصدش 4. ايه اللي عرفني؟ البيت اللي بعده هو اللي عرفني. يعني هو هنا يقصد لنا الورش حركتين ولا 6؟ يقصد 6. فلما يقول قصر يبقى حركتين. اذا لما يقول الامام وما بعد همز ثابت او مغير فقصر، يبقى جميع القراء بما فيهم ورش متفق على القصر، له القصر. اذا ورش له قصر، خلي بالك عشان نعد ورش له كام. ورش له ايه؟ له القصر. حلو. والقراء جميعا لهم القصر بلا استثناء، حتى من 10 كلهم محدش له في البدل اكتر من حركتين الا الامام ورش بس. الورش امال ايه بقى؟ قال وقد يروى لورش مطوله. اذا اصبح ورش له 2 وله ايه؟ 6. تمام. لسه اللي جاي بقى قال ايه؟ ووسطه قوم يعني خلوه متوسط 4 حركات. مين؟ كآمن. هيدي قوم يعني ايه وسطه قوم؟ اي وسطه بعض الرواة عن ورش. بعض الرواة عن ورش قرأ وهو ثابت عنهم، تمام، قرأوه ب4 حركات. اذا اصبح المد هنا عند ورش مد البدل له ايه؟ 2 وله 4 وله 6. في كل مد هيجي لك عند ورش هتقرأه ب4 اوجه دول، تمام. فتخيل انت عندك بقى 2 أو 3 بدل في آية واحدة، تمام، 2 أو 3 في آية واحدة. شوف انت هتقرأها بقى كم مرة. وغير كده بقى يعني كلمة في الآخرة هتيجي تقرأها ازاي؟ هتلاقي ورش له فيها شوية كلام كتار قوي. منها أن ورش هنا يرقق الراء مع انها ايه؟ مع انها مفتوحة، تمام. دي تفرد بها ورش. إذا الراء حتى إذا أتت متحركة وقبلها مكسور أو ياء أو ساكن قبل كسر فإنه يرقق الراء. يقول في الآخرة. شوف هيعمل إزاي؟ أول حاجة هينقل حركة الهمزة الآخرة،
هيقرأها ازاي؟ في الآخرة. طب جبت المثل ده يا شيخ ليه؟ عشان اقول لك بعده ايه؟ بعد ايه؟ همز مغير اهو. تمام، مغير بالنقل. تمام، ده همز مغير بالنقل، يبقى في الآخرة، في الآخرة، في الآخرة. تبقى الطمة الكبيرة ايه بقى اللي عندك بقى؟ لما يجي لك مد بدل ويقوم جاي لك مد عرض للسكون في الآخر. ما ينفعش أبدا المد البدل يبقى يمد أطول من العرض للسكون. فأنت هتقرأ في الآخرة، عملت إيه في العرض في البدل؟ 2، يبقى هتروح للتاني، يبقى قدامك إيه؟ 2 أو 4 أو 6. شوف تخيل بقى لما يجي لك دي وتروح للعرض، بقى تقرأ في الآخرة وتقرأ العرض للسكون 2 4 6، أدي 3 مرات. هترجع تروح تقرأ مين؟ في الآخرة 4 حركات، يبقى العرض للسكون لازم يكون أكبر منه أو يساويه، يبقى تقرأ 4 و6، أدي كمان مرتين. تمام، في الآخرة. تمام، في الآخرة، وتجيب ده 2 و4، هي 4 و6. هتقرأ العارض ب6، البدل ب6، هتروح هناك مالكش إلا ال6، يبقى بقوا كام وجه؟ ده دول 6. الأكبر من كده إيه بقى؟ إن يقوم جاي لك في وسط الآية حاجة، كلمة كده من ذوات الياء، مش ذوات الأربع، لا، من ذوات الياء. ذوات الياء يعني إيه؟ يعني كلمة كتبت بالألف المقصورة، مرسومة ياء في المصحف، ولكن إذا أرجعت الفعل لنفسك، تمام، أو ثنيت الاسم، تمام، تلاقيه فيه ياء. زي إيه؟ زي هدى، لو وصلتها هديان. تمام، إذا دي من ذوات الياء. يقول لك إن ورش له إيه؟ له وجهين فيه، له الفتح وله التقليل. تخيل بقى الفتح والتقليل ده جالك البدل وجالك فتح وجالك ذات ياء، وقام جاي لك عرض للسكون في آيات بتقرأها 18 مرة. تمام، دي ورش فيها 18 وجه عشان تقرأها. شفت ازاي؟ هيقول لك انت دلوقتي هتفتح دي او قصر، يبقى خلي بالك ذات الياء دي مالكش فيها الا الفتح. تقول موسى، ما تقولش موسى. تمام، هتقرأها بالتوسط، مالكش الا التقليد. هتقرأ بتوسط 4 تقول موسى. هتقرأ بالمادة 6 حركات يبقى ليك الفتح والتقليد. شوف تخيل بقى لما تقعد تعمل دول كلهم، ويكون عندك كمان ايه؟ يكون عندك كل 3 مدود مع بعض، يعني كلام كبير. الشاهد من المسألة يبقى إذن نرجع لكلامنا، كلمة كلامنا اللي هو فيه مد البلد. قال وما بعد همز ثابت. طيب، إذن انتهينا أن الإمام ورش له في البدل كام؟ 3 أوجه، له 2 و4 و6 في مد البدل. مد البدل حركتين، ومد البدل 4 حركات، ومد البدل 6 حركات. في البيت اللي بعده الإمام استثنى بقى حاجات. قال سوى ياء إسرائيل. كلمة إسرائيل لو بدينا شوفنا كلمة إسرائيل هتلاقي همزة بعدها ياء. تمام، يبقى همزة بعدها ياء استثناها. سوى ياء إسرائيل استثنى هذه. قال أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا. وما بعد همز الوصل آخر بيت هنقوله إيتي وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تل. تمام، هنا بقى الإمام استثنى كلمتين مخصوصتين وقاعدتان عامتان، أو وقاعدتين عشان الشيخ علي قاعد. استثنى كلمتين مخصوصتين وقاعدتين عامتين. تمام، أما الكلمتان فهما كلمتان هما إسرائيل ويؤاخذكم. إسرائيل ويؤاخذكم. تمام، استثنى هاتين الكلمتين، فليس لورش فيها إلا القصر. تمام، كلمة يبقى إسرائيل ما يقولش إسرائيل،
إيل إيل، ما يقولش كده ثلاثة، مالوش إلا فيه إيه؟ حركتين بس. وكلمة يؤاخذكم، تمام، طبعا ورش يؤاخذكم، تمام، هيقولها إيه؟ يؤاخذكم، يبقى الألف أنا يهمني بإيه؟ الألف ما فيهوش إلا حركتين اتنين بس، مش 4 ولا 6 هيجوا خالص. يبقى ده استثنى هاتين الكلمتين. وفي الحقيقة أهل الأداء يعني قالوا كلمة مهمة جدا لما قال سوايا إسرائيل وبعض، قال وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم. فدي يعني أوهمت أن بعض الرواة عن ورش كلمة يؤاخذكم فيها 4 و6. لما قال بعضهم يبقى البعض بيمد والبعض ما يمدش، وهذا ليس بصحيح. المحققون قالوا أن الإمام الشاطبي كان عليه أن يحذف كلمة بعضهم، لأنه لم يثبت عن أحد من رواة الإمام ورش أنه مد يؤاخذكم أكثر من حركته. تمام. الإمام معاك أنت الكتاب قال إيه؟ أما الكلمتان فإسرائيل حيث وقعت في القرآن الكريم، ويؤاخذ حيث وقعت وكيف تصرفت، نحو لا تؤاخذنا، لا يؤاخذكم، ولو يؤاخذ الله الناس، فليس في ياء إسرائيل وألف يؤاخذ إلا القصر كسائر القراء، وهذا مذهب جميع أهل الأداء عن ورش. قال في التعقيب غير أن قول الناظم وبعضهم يؤاخذكم يدل بمنطوقه على أن بعض أهل الأداء الناقلين قراءة ورش استثنى الألف من كلمة يؤاخذكم فلم يوسطها ولم يمدها، ويدل بمفهومه على أن البعض الآخر طالما قال بعضهم، تمام، أجراها كغيرها فأجاز فيها التوسط والمد، مع أن هذه الكلمة مستثناة بالإجماع. تمام. قال فكان على الإمام الشاطبي أن يحذف كلمة وبعضهم. إذا نخلص من كده إيه؟ أن الكلمتين المستثنيتين من إنها تبقى 4 أو 6، الكلمتين فقط في القرآن كله كلمة إسرائيل وكلمة يؤاخذ إيه؟ حيث تصرفت أو كيفما تصرفت. وأما القاعدتان، قاعدتين مهمين بقى اللي هم إيه؟ قال سوايا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن. كلمة قرآن الهمزة هنا ده شبيه بالبدل، قرآن آن يبقى الهمزة اهو همزة وبعدها ألف، بس اللي قبلها حرف ساكن صحيح. يعني إيه ساكن صحيح؟ ما هواش ساكن بإيه؟ يعني ثابت وصلا ووقفا، أو أنه ليس له في بعض الأحيان يسقط وبعض الأحيان لا. قال أن يقع. أما القاعدتان فالأولى أن يقع حرف المد بعد همز، ويكون ذلك الهمز واقعا بعد ساكن صحيح. زود الشيخ كلمة مهمة أوي، متصل، يعني في نفس الكلمة، تمام، متصل، نحو القرآن، الظمآن، مسؤولا، مذءوما، وهو قال ومسؤولا اسأله، قال هنا سواياء إسرائيل وبعد ساكن صحيح، دي قاعدة هي كقرآن ومسؤولا، تمام. وزيها مذءوما يبقى دي همزة وقبلها ساكن ايه؟ صحيح. فلا يجوز هذا وأمثاله لورش إلا القصر. يبقى دول برضو ايه؟ إذا جه حرف مد اهو همزة وبعدها ألف بس قبلها ساكن صحيح، تمام، يبقى إذن هنا مفيش إلا إيه؟ إلا القصر. وقوله أو بعد ساكن احتراز عن حرف المد الواقع بعد همز واقع بعد همز متحرك. زي إيه؟ زي سآوي، الهمزة هنا واقعة بعد مين؟ بعد متحرك، تمام، خلاص يبقى فيها ثلاثة البدل، تمام، ما هيش بعد ساكن صحيح. يبقى اللي بعد ساكن صحيح متصل بيه في نفس الكلمة ده اللي فيه 2 بس.
أما إذا جه بعدها متحرك يبقى لو كلمة سآوي إلى جبل هقولها بالثلاث إيه أوجه. سآوي 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 2 و4 وإيه و6. كلمة كذلك مآب، مآب همزة وبعدها ألف يبقى ده مد بدل، بس بعده إيه؟ قبله إيه؟ قبله حرف متحرك، يبقى دي مش إيه؟ مش تبع القاعدة بتاعتنا، ما فيش قبلها ساكن صحيح. يبقى إذن هنا ففيه الأوجه الثلاثة لورش. وقوله صحيح احترازا عن حرف المد الواقع بعد همزة، هذا الهمز بعد ساكن غير صحيح. يعني ايه ساكن غير صحيح؟ جه بعده ايه؟ يبقى لا حرف مد ساكن غير صحيح اللي هو حرف المد. زي ايه؟ وجاءوا على قميصه، جاءوا همزة وبعدها واو اهي، بس قبلها ايه؟ ساكن، بس هذا ساكن غير صحيح. غير ايه؟ غير صحيح. تمام؟ الساكن غير صحيح اللي هو حرف مد. هنا يجوز الثلاثة البدل، يبقى ده مش مستثناء، مش أربع، مش حركتين بس، يبقى فيها إيه؟ ثلاثة البدل لورش. كذلك وحرف اللين زي سوآت الموؤودة، ففيه الأوجه الثلاثة أيضا لورش. تمام؟ القاعدة الثانية أن يقع حرف المد بعد همز الوصل، قالها في البيت 174. قال وما بعد همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم. يبقى كلمتين وقاعدتين، ودول هنرجعهم إن شاء الله في أول المرة الجاية عشان يثبتوا، بس هنقولها تاني الوقت. أن يقع حرف المد بعد همزة وصل زي دي، زي إذن لي ولا تفتني. إذن لي أصلا إذن لي، إذن لي، فهنا إذن لي يبقى جيب عليها إيه؟ أن يقع حرف المد بعد همز الوصل. إذن لي همزة وصل وقع بعدها حرف مد. تمام؟ بعد همز الوصل نحو إذن لي إيت بقرآن أوتمن أمانته فليؤدي الذي تمن أمانته. تمام؟ أوتمن أمانته إيتوا صفا. تمام؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا في حال الابتداء، تبقى همزة وصل. فلا يجوز لورش في حرف المد الواقع بعد همزة الوصل إلا القصر. تمام؟ إلا القصر، لأن حرف المد في ذلك عارض، لأنك إذا ابتدأت بهذه الكلمة اضطررت إلى الإتيان بهمزة الوصل. تمام؟ يعني إيه؟ يعني القاعدتين دلوقتي قلناهم اللي هما مستثنيات. القاعدة الأولى إذا جه همزة قبلها إيه؟ ساكن صحيح. تمام؟ أو همزة وصل بعدها حرف مد، بعدها إيه؟ بعدها إيه؟ حرف مد. أن يقع حرف المد بعد همزة إيه؟ وصل، مش بعد همزة إيه؟ قطع. دي ما فيهاش إلا إيه؟ إلا حركتين. الإمام القاضي عبد الفتاح القاضي قال وقد ترك الناظم، يقصد الشاطبي، قاعدة ثالثة مستثناء أيضا. قال في قاعدة ثالثة مستثناء الشاطبي ما قالهاش في المتن بتاعه. تمام؟ وقال إن كان يجب إنه ينوه له. قال وقد ترك الناظم قاعدة ثالثة مستثناء أيضا وكان عليه أن ينبه عليها، وهي إيه هي القاعدة دي؟ أن يقع حرف المد بعد الهمزة بدلا من التنوين، اللي هو إيه؟ اللي هو مد العوض. إذا وقع حرف المد، تمام، وجي بعد همزة إيه؟ إذا وقع حرف المد بعد الهمزة بدلا من التنوين، زي إيه؟ دعاء ونداء. يبقى أنت هتقرأها إيه بقى؟ لو وقفت دعاء يبقى حرف المد جه عوض عن مين؟ عن التنوين، ليس له إلا إيه؟ إلا القصر أيضا. تمام؟ كلمة دعاء ما هو همزة وبعدها مد أهو. تمام؟ بس المد ده بدل إيه؟ عوض عن التنوين. تمام؟ يبقى هنقول يبقى ده له ليس له فيها إلا القصر. قال دعاء نداء غثاء. تمام؟ خطاء برضو عند الوقف على هذه الكلمات. فلا يجوز في حرف المد في هذه الكلمات لورش إلا القصر. يبقى خلصنا منهم كم قاعدة؟ 3 قواعد.
القاعدة الأولى همزة وقبلها ساكن صحيح. القاعدة الثانية همزة وصل بعدها حرف مد. تمام. القاعدة الثالثة اللي هو همزة بعدها ألف عوض عن التنوين اللي هي مد الإيه؟ مد العوض. كل هذا فيه إيه؟ فيه وجه واحد وهو الحركتان. لأن حرف المد في هذه الحالة عارض غير لازم. تمام. إذ لا يوجد إلا في هذا الوقف إلا في الوقف على هذه الكلمات فقط. تمام. عموما إن شاء الله في المرة القادمة، في الدرس القادم إن شاء الله في الخميس القادم، نؤكد على هذه القواعد وعلى الاستثناءات لورش، وبإذن الله تبارك وتعالى نكون يعني حفظنا أغلب المتن إن لم نكن حفظناه كله. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.